صاحب القصة اسمه الأستاذ محمد. بيقول أنا متجوز واحدة اسمها دعاء من سنتين، واتجوزتها جواز صالونات تقليدي يعني بدون حب. أول سنة بعد الجواز ربنا رزقهم بطفلة. محمد كان مأجر شقة في منطقة مصر الجديدة وعايش فيها هو ودعاء مراته، وبيقولوا ان هو شغال مدير في مطعم كبير ودايما مشغول وبيرجع دايما البيت بتاعه متأخر. بس السنة الأخيرة دي بدأ يحس إن مراته حالتها متغيرة، يعني لما بقى يرجع من الشغل بقى يلاقيها مهتمية بنفسها وبشكلها وحاطة ميك اب ومبسوطة وحالتها النفسية كويسة، وما كانش يعرف ايه سبب سعادتها دي. بيقول قلت عادي وما حطيتش في دماغي حاجة، لحد ما في يوم من الأيام وهو نايم جنب دعاء في أوضة النوم. بيقولوا إن هو دايما بيكون مطفي النور ومش مخلي أي أنوار شغالة في الشقة، لكن على الساعة 3:30 كده بالليل جه فتح عينيه لقى دعاء ماسكة التليفون ومدياله ظهره، وفي نفس الوقت هو مش شايف هي بتعمل ايه على التليفون، وطبعا ما كانش عاوز يتحرك وهو نايم علشان هي ما تحسش بأي حاجة. وفضل محمد عامل نفسه نايم جنب دعاء لمدة ساعة ونص، كل ده ودعاء ماسكة الموبايل. وبيقولوا ان هو كان حاسس انها زي ما يكون بتكتب حاجة لحد، بس ما كانش متأكد قوي. بيقول انه في اليوم ده معرفش ينام، وان الشك دخل جواه وبقى هيتجنن ويعرف ايه اللي دعاء كانت بتعمله، وبقى كل همه ان هو يفتح التليفون بتاع دعاء. وفضل مستنيها تنام لحد الساعة 7 الصبح، واول ما نامت راح قايم بالراحة من جنبها وراح واخد تليفونها وخرج بره في الصالة. فجه يفتح التليفون لقى ان هو معمول له باسورد او كلمة سر ومعرفش يفتحه. بيقولوا ان هو كان هيتجنن ساعتها، وفي نفس الوقت مش عاوز يبين اي حاجة قدام دعاء، وراح مرجع التليفون مكانه تاني. بيقولوا ان هو وهو رايح الشغل في اليوم ده دماغه وتفكيره في دعاء، ويا ترى كانت بتعمل ايه بالليل الساعة 3:30 الفجر. وقعد يفكر في طريقة يفتح بيها التليفون بتاعها من غير ما تعرف، وبدأ يسأل أصحابه المقربين منه ويقول لهم هو ينفع أفتح التليفون المقفول برقم سري؟ فصحابه في اللي كان بيقول ينفع، وفي اللي كان بيقول لا طبعا ما ينفعش. وبما ان هو يعني على قده في موضوع الموبايلات، هو برضو كان خايف ياخد الموبايل لأي واحد فاتح محل موبايلات ويوديه لحد غريب يعمل فيه حاجة او يبوظ فيه حاجة او يعرف حاجة عن مراته. ومن هنا استبعد فكرة فتحة الموبايل دي، وقعد يدور على اي حاجة تانية تخليه يطمن وقلبه يهدى شوية. وقال ان هو هيتصل بدعاء مراته مثلا مرة في اليوم في وقت معين اللي هو كان وقت الراحة بتاعه، فبقى يتصل بيها في اوقات مختلفة خلال اليوم، وبقى يلاقي دعاء في اوقات كتيرة قوي بيكون تليفونها مشغول. ولما بيكلمها بعدها ويسألها ويقول لها ان هو اتصل ولقاها مشغولة، بتقوله ده انا يا اما بكلم اختي يا بكلم امي. كل ده ومحمد عايش ايام صعبة جدا بسبب شكه في دعاء، وقال مفيش حل ولا فايدة غير لما افتح الموبايل بتاعها واواجهها اول ما اروح واقول لها هاتي التليفون بتاعك افتحه. بيقول محمد ان هو روح اليوم ده بعد الشغل، وبعد ما دعاء حضرت له العشاء قال لها ده انا كنت بفكر اشتري موبايل زي الموبايل بتاعك، هو كويس وسريع وكده؟ قالت له كويس جدا. الله طيب وريهولي كده. راحت مطلعه الموبايل ومديهوله. اول ما مسكه عمل نفسه اتفاجئ ان هو عليه رقم سري، وقال لها ايه ده، هو انت ليه عامله رقم سري على التليفون؟ قالت له علشان مش اي حد يفتحه، وبنتك لو مسكته ما تبوظوش. قال لها طيب افتحولي كده. محمد بيقول هنا كانت الصدمة لما دعاء رفضت تفتح له الموبايل رغم إصرار محمد وإلحاحه عليها إنها تفتحه، بس للأسف دعاء رفضت تفتح له التليفون خالص. فراح محمد معاند معاها وراح واخد التليفون وقال لها مش هتشوفي التليفون ده تاني. محمد بيقول ان دعاء في اليوم ده لقى سلوكها وتصرفاتها اتغيرت تماما، كأنها بقت واحدة تانية وكانت هتتجنن على التليفون، لدرجة ان اول ما محمد دخل الحمام كانت الساعة ساعتها 9:30 بالليل. بيقول خرجت من الحمام لقيت دعاء واخدة البنت ونزلت من الشقة ومعرفش راحت فين. وبيقول ان هو اتفاجئ بيها رجع بعد نص ساعة وبيسألها كنت فين، ما رضيتش ترد عليه. وبعدها ب10 دقايق لقى باب الشقة حد بيخبط عليه، فبيبص من العين السهرية لقى اخوها قدام الباب ففتح له باب الشقة. وبعد كده لقى ابوها كمان فراح مدخلهم وقعدوا مع بعض، واتفاجئ ان ابوها بيقول له خير يا محمد، دعاء بنتي كلمتني وبتقول انك واخد تليفونها ومش عاوز تديهولها، انا عاوز اعرف ايه السبب اللي خلاك تعمل كده، لو بنتي غلطت في حقك عرفني وانا اجيب لك حقك، انما هي بتقول ان هي ما عملتلكش اي حاجة علشان انت تعمل معاها كده. محمد قال له والله انا ما كنتش متخيل انها ممكن تتصل بيكم على حاجة بسيطة زي دي. ابوها قال له ممكن تكون بالنسبة لك انت بسيطة بس بالنسبة لها هي مش بسيطة. ومحمد طبعا علشان يلم الموضوع قال ان هو كان بيهزر معاها وبيشوفها هتعمل ايه، وما كانش يعرف انها هتزعل منه قوي كده، وراح مديلها الموبايل بتاعها. وابوها واخوها قاموا ونزلوا
ودي كانت أول مرة من ساعة ما محمد اتجوز دعاء إنها تكلم أهلها يجولها البيت بسبب مشكلة بينها وبين محمد. ومن هنا محمد اتأكد إن في حاجة بتحصل من وراه، وإن الموبايل اللي مع مراته ده هو السر اللي فيه كل حاجة، بس للأسف مش قادر يواجهها ولا عايز يعرفها إن هو شاكك في حاجة. وبسبب إنه من كتر التفكير والتعب بسبب الموضوع ده قرر ان هو يودي الموبايل بتاعها لحد يفتحه. وقبل ما يعمل كده نزل لفة على محلات كتيرة جدا، في اللي يقولوا لو الموبايل ده اتفتح كل حاجة هتتمسح وهيرجع كأنه جديد لانج، وفي اللي بيرفض يعمل كده، لحد ما وصل لواحد قال له هفتحهولك بس هاخد منك 1500. محمد قال له مفيش مشكلة، بس مفيش حاجة من عليه تتمسح، وانا هكون معاك اليوم ده اول ما تفتحه وهاخده منك. الراجل قال له تمام اتفقنا. وبعد ما محمد مشي من المحل جاتله في دماغه فكرة ان هو يجيب سجل المكالمات بتاع الخط بتاع مراته اللي متسجل يعني باسم مراته. وفعلا كلم واحد وجاب له سجل المكالمات اللي متسجل على خط مراته، واتصدم ان هو لقى ارقام غريبة ما يعرفهاش متسجلة باسماء رجالة هو ما يعرفهاش ولا حتى يعرف اساميهم، ولا حتى ناس من العيلة بتاعت دعاء ولا العيلة بتاعت محمد. ومن هنا محمد اتأكد ان مراته وراها حاجة، وبدأ الشك اللي جواه يزيد ويتأكد ان فعلا في حاجة، وقال انه لازم يفتح الموبايل ويعرف هي بتكلم مين وبتعمل ايه من وراه. بدأ محمد ياخد نفسه ويفكر في طريقة ياخد بيها الموبايل من غير ما دعاء تعرف او تحس بحاجة. المهم ان هو ياخد الموبايل يوديه للراجل علشان يفتحوله من غير ما دعاء تعرف السبب، لحد ما فكر في طريقة وهو انه يكسر الشاشة بتاعة الموبايل بتاعها، ويقولوا ان هو يعرف واحد عنده شاشات اصلية وسعرها كويس علشان دعاء تثق فيه وتوافق تديله الموبايل. وفعلا في اليوم ده دعاء كانت سابة الموبايل بتاعها على كرسي الانتريه ودخلت علشان تحضر الاكل في المطبخ، وبنتها الصغيرة كانت بتلعب جنب الكرسي اللي عليه التليفون. راح محمد قايم بسرعة وماسك التليفون وخبط الشاشة في الارض والشاشة اتكسرت وما بقاش باين حاجة خالص في التليفون. وعمل كده عمل نفسه انه كأنه يعني بيجري على بنته، وان بنته الصغيرة مسكت التليفون ووقعته على الارض. وفعلا الحوار ده دخل على دعاء مراته وفضلت تسأل طب ايه اللي هنعمله وانا معيش فلوس وعاوز اصلحه. وكان محمد وقتها مش عايز يبين لها ان هو عنده انه يعني يعرف حد بيصلح شاشات دلوقتي، وقال لها هسأل كده واشوف حد كويس. وبعدها تاني يوم محمد قال لها على فكرة انا سألتلك واحد صاحبي ولقيت واحد كويس بيصلح موبايلات وزمايلي كلهم بيشكروا فيه وفاتح قريب من الشغل عندي. هو طبعا ما كانش فاتح جنب الشغل ولا حاجة، هو كان بيقول لها كده علشان هي توافق تديله الموبايل وهو رايح الشغل بما انه قريب منه يعني. ومحمد كان حاسس ان دعاء ساعتها كانت هتتجنن على الموبايل وعاوزاه يتصلح بأسرع وقت ممكن، وفعلا اديته الموبايل وهو رايح الشغل الصبح علشان يصلحه. محمد اول ما خد الموبايل ونزل بيقولوا انه راح اول ما خرج من باب البيت راح متصل باصحابه اللي في الشغل وقال لهم انا هاخد اجازة النهاردة ومش هاجي الشغل. وكانت ساعتها الساعة 7 الصبح، والمحل اللي محمد رايح له ده مش بيفتح قبل الساعة 10 الصبح. راح محمد في المنطقة اللي فيها المحل شاف قهوة قريبة وفضل قاعد فيها مستني الساعة تيجي 10، وبقى كل شوية يقوم يروح يشوف المحل فتح ولا لسه، لحد ما الساعة جت 11 الظهر المحل فتح. بس كان اللي هو الراجل الفني اللي محمد متفق معاه كان لسه مجاش وتأخر عليه، والراجل الفني ده جه على الساعة 1 الظهر. محمد قام قابله وقال له حاجتين هنعملهم في الموبايل، اول حاجة هنغير الشاشة وبعد كده زي ما اتفقنا تشيل الرمز اللي معمول عليه الرقم السري. قال له ماشي هعمل كل ده بس هيكلفك حوالي 2500. محمد قال له ماشي مفيش مشكلة، وراح سايبه وقعد على القهوة الساعتين ونص. بعد كده رجع للراجل، فالراجل قاله لسه ما خلصتش، وقاله انا غيرت الشاشة بس فاضل الحماية اللي على التليفون انا شغال عليها دلوقتي بس اديني بس نص ساعة وتعالى استلمه. محمد رجع له تاني قال له ايه الاخبار، قال له خلاص فتحته. محمد حاسب الراجل بتاع الموبايلات واداله الفلوس واخد منه الموبايل بتاع دعاء، وراح جاري قاعد على القهوة اللي كان قاعد عليها لانها كانت هادية جدا وما كانش قاعد عليها حد غير بس 2 3. واول ما محمد قعد وفتح موبايل مراته اول حاجة راح على تطبيق المراسلات اللي هو اسمه الواتساب، لقاه عاملاه برقم سري ومعرفش يفتحه، فراح على تطبيق اللي هو الماسنجر بتاع الفيسبوك فتح معاه. فبيقول بقلب في الرسايل كده شاف اول 5 رسايل من اسباء شباب، فتح الرسايل وشاف اللي عمره ما كان يتخيله من مراته اللي عايشة معاه في شقة واحدة وبتمثل عليه انها مؤدبة ومحترمة وانها صيناه. لقى كلام بينها وبين 3 شباب
اقل ما يقال عنها يعني انها بتعمل علاقة معاهم من خلال الموبايل بتاعها، ده غير صورها اللي بهدوم النوم اللي بعتها لهم، والكلام اللي محمد بيقول انه ما قدرش يقراه ولا قدر يكمل انه هو يشوف الصور اللي في المحادثات ما بينهم، ولقى ان هي عاملة حساب فيسبوك تاني باسم مختلف، يعني زي حساب فيك كده بتكلم منه الشباب، ده غير حسابها الاساسي اللي عليه العيلة بتاعتها والاصدقاء. محمد بدأ ساعتها يتمالك أعصابه، وراح مطلع الموبايل بتاعه وقعد يصور المحادثات اللي لقاها على تليفون مراته علشان يكون معاه دليل لحاجة زي كده. وبعدها محمد ما كانش عارف يعمل ايه بعد ما عرف وشاف اللي شافه، وأعصابه باظت وما بقاش عارف يفكر ازاي، هل يروح يواجهها وينهي كل حاجة؟ بقى عايش في صراع مع نفسه وعلى بيته اللي هيتخرب وحياته اللي هتتدمر، لحد ما خلاص اخد قرار انه مستحيل يعيش مع واحدة زي دي، وراح قايم من على القهوة ومروح. واول ما دخل من باب الشقة لقى مراته بتقول له ايه ده، انت رجعت بدري يعني النهاردة مش عوايدك؟ الله اصل انا صلحت لك التليفون. قالت له ربنا يخليك ليا يا رب. وراح محمد مدي لدعاء التليفون، واول ما مسكته بتبص فيه لقت مش عليه متشال من عليه رمز الحماية اللي كانت عاملاها على التليفون. بصت لمحمد وهي مرعوبة. محمد قال لها بص يا بنت الناس، من غير ما ندخل في تفاصيل اكتر، كل حاجة بينا خلاص انتهت، وانا مش هفضحك قدام اهلك رغم انك واحدة خاينة وخنتي العيش والملح اللي كان بينا، بس انا هعمل باصلي ومش هفضحك قدام حد. دعاء جريت على رجله علشان تبوسها علشان يسامحها، وقالت له هطلب منك طلب، سامحني واديني فرصة تانية، ولو حصل مني اي حاجة تانية ابقى اعمل اللي انت عاوزه، حرام تعمل كده علشان بنتنا مستقبلها هيضيع. قال لها انت اللي عاوزة تضيعي مستقبلنا وعايزة تضيعي مستقبل بنتك، انت اللي عاوزة تدمري مستقبلها بأفعالك وتصرفاتك. وسابها ونزل الشارع، بيقول ما كانش عارف هو رايح فين، وبيقول انه راح لحد كورنيش النيل، وفضل باصص للنيل ودموعه عمالة تنزل منه مش قادر يسيطر عليها، ولا قادر يبص في وشوش الناس، ولا قادر يحكي لحد لا قريب ولا غريب، وقرر ان هو يسامحها ويديها فرصة تانية. واتفقوا ان الموبايل بتاعها هيفضل مفتوح بدون اي رموز او ارقام سرية. وعدى حوالي 3 شهور بعد الموضوع ده، بس طبعا محمد كان طول الوقت برضو شاكك فيها رغم انها خلاص بقت فاتحة موبايلها ويقدر يشوفه في اي وقت. بس محمد في الوقت ده طلب من الراجل اللي جاب له سجل المكالمات قبل كده انه يجيب له سجل مكالمات حديث للخط بتاع دعاء، وبعدها بيومين فعلا جاب له سجل المكالمات. والمفاجأة هنا ان دعاء كانت لسه على علاقة بواحد من الشباب اللي كانت بتكلمهم في الاول. واول لما محمد روح البيت مسك الموبايل بتاعها وجه يبص على سجل المكالمات بتاع الموبايل، لقى ان دعاء حذف الرقم ده من سجل المكالمات، مع انه ظاهر في السجل اللي جاي من الشركة انها كلمت الرقم ده. محمد ساعتها واجهها في وقتها ووراها سجل المكالمات. دعاء حلفت بالله انها ما كلمت حد. راح محمد ماسك الموبايل بتاعها وراح متصل بالرقم، لقاها فعلا مسجلاه باسم بنت على موبايلها. والمفاجأة والصدمة هنا لما صوت حد هو اللي رد. راح محمد بص لدعاء علشان تتكلم، فراحت دعاء قالت الو. راح الشاب ردد عليها فبيقول لها ازيك يا روح قلبي عامله ايه. راح محمد قفل السكه في وقتها وراح متصل باهلها وقال لها انا اول مره سامحتك وما فضحتكيش واديتك فرصه، بس انتي للاسف عندك داء ومرض وعمرك ما هتبقي انسانه كويسه. وعرف اهلها بالموضوع كله ووراهم كل حاجه وعرفهم ان هو اول مره سامحها. بس المره دي الموضوع انتهى خلاص، الموضوع انتهى فعلا للأبد. وفعلا محمد طلق دعاء مراته اللي ما قدرتش تحافظ على بيتها ولا على مستقبل بنتها بسبب أفعالها وسلوكها، رغم ان محمد سامحها قبل كده مرة، بس اللي فيه عادة عمره ما يعرف يبطلها بسهولة. المشكلة ان محمد دلوقتي ندمان على قراره وبيقول انه كان المفروض يديلها فرصة تانية، خصوصا ان هو دلوقتي حس ان هو عايش وحيد ومش بيفكر في موضوع الجواز خالص بعد اللي حصله وبعد ما بيته اتخرب. وكمان هو خايف على بنته ومستقبلها وهي عايشة بعيدة، هي عايشة طبعا مع دعاء، عايشة مع الأم، فمحمد خايف على البنت من تصرفات وسلوك أمها. فهو عايز يعرف ايه رأيكم في اللي هو عمله، وهو برضو مستغرب ان دعاء مراته عملت ليه كده وليه اصلا لجأت لحاجة زي كده، بالرغم من ان محمد بيقول ان كان بيحبها ومهتم بيها جدا ومش مخليها عايزة اي حاجة. وهل اللي محمد عمله مع مراته ده وانه طلقها ده كان قرار صح، ولا المفروض فعلا كان ادالها فرصة تانية اخيرة، خصوصا ان في بينهم بنت صغيرة؟ اللي عنده نصيحة ينصح بيها محمد بعد اللي حصل في حياته والصدمة اللي خدها في حياته بسبب مراته، ياريت يكتبها له في التعليقات، وهو هيشوف كل تعليقاتكم بنفسه وهيتابع كل التعليقات بتاعتكم بنفسه.